مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. صيانه دفاعات نقفة التاريخيه، تقويه حملات التعبئه للولاده في المؤسسات الصحيه، العمل على قرص وحمايه الاشجار في الاقليم الاوسط، الصين تتعهد بمساعدة أفغانستان وباكستان على تجاوز الخلافات، بيونغ يانغ تفتتح أول مصنع للطائرات في الصين، 11 قتيلا بعد تناول طعام في معبد بالهند. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أجريت عملية صيانة لدفاعات نقفة التاريخية التي شهدت البطولات والمعجزات في فترة النضال التحرري، وخاصة في الفترة ما بين 1978 وحتى عام 1988، أي خلال السنوات العشر التي خيضت فيها معارك الاستنزاف مع العدو، وذلك بهدف توريثها للأجيال المتعاقبة. وأشار مراسل إيرينا إلى صيانة دفاعات جلوب وتلة سلام ومحيط فيدل بي التي يبلغ طولها كيلومترين، بدعم مالي من أعضاء شبيبة الجبهة في يوتيب السويدية والمساهمة البدنية لسكان نقفة. وقال سكان مدينة نقفة المشاركين في العمل أن دفاعاتنا هي بمثابة نصب تذكاري تاريخي ووطني دائم. أن دفاعات النضال الإريتري عامة وخاصة دفاعات نقفة لعبت دورا كبيرا في إفشال الحملات المتتالية للعدو والمحافظة على حياة المناضلين والشعب الإريتري، وتتربع مكانة هامة في تاريخ الكفاح المسلح للشعب الإريتري، مؤشرين إلى اكتمال أعمال الصيانة التي بدأوها في منتصف نوفمبر المنصرم بهمة ونشاط، ومؤكدين استعدادهم للقيام بكل ما في وسعهم لتوريث تلك الدفاعات للأجيال القادمة. وأوضح عضو متحف إقليم شمال البحر الأحمر السيد سياس سفازجي بأن مهام الصيانة اختتمت في الوقت المحدد بفضل المساهمة الفاعلة للمواطنين وكذا الجهات الأخرى، معبرا عن امتنانه وتقديره لكل المساهمين في هذا العمل. أوضح مكتب وزارة الصحة في مديرية فورت أوساوا في التقييم الذي أجراه بأن العمل سيجري لتقوية الحملات التوعوية المتعلقة بضرورة وضع الحوامل حملهن في المؤسسات الصحية. وأشار التقرير المقدم إلى قيام وزارة الصحة باستثمار كبير في مجال المؤسسات الصحية بهدف حصول الحوامل على خدمات الولادة عن قرب، موضحا بأن الولادة في المؤسسات الصحية انخفضت هذا العام بنسبة 3% مما كانت عليه في العام الماضي. وذكر مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد ولاء تسفى مريم عن وجود 5 عيادات ومركز صحي واحد في المديرية، موضحا زيادة نسبة التطعيم بمستوى الضعف وانخفاض حالات الإصابة بمرض الملاريا والأمراض المعدية الأخرى، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات والمؤسسات الصحية للقضاء على ظاهرة الولادة في المنازل بالوسائل التقليدية. من جانبه أوضح مدير مديرية دقة السيد همد أيلا أن جهود وزارة الصحة في مجال رعاية الأمومة والطفولة تحقق نتائج مرضية، داعيا إدارات الضواحي للقيام بدور فعال في ضمان ولادة الحوامل في المؤسسات الصحية. وأوصى المشاركون من جهتهم بضرورة الدفع بالحملات التوعوية وتشجيع وكلاء الصحة في القرى. أعلن فرع هيئة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط خلال الاجتماع الذي عقده في 14 من ديسمبر الجاري عن العمل الدؤوب لقرص الشتول وحفظ الثروة الغابية. وأوضح مسؤول الفرع السيد إبراهيم تخلو في التقرير الذي قدمه خلال الاجتماع التقييمي لأنشطة حراسة ومراقبة الثروة الغابية والحياة البرية عن قرص أكثر من 725 ألف شتلة على مستوى الإقليم في عام 2018، ونجاح نسبة 92% منها، مشيرا إلى أن الأنشطة التي تجريها الأندية الخضراء في المدارس تسهم بفعالية في هذا الشأن. من جهته أشار مسؤول حراسة ومراقبة الغابات والحياة البرية النقيب يرجاو كحساي إلى وجود عدد قليل من الحيوانات البرية في الإقليم الأوسط مثل النمور والذئاب والغزلان وغيرها، موضحا عن اتخاذ خطوات ضد المخالفين الذين يقومون بقطع الأشجار. بدوره أوصى المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرعي تولي برهان بضرورة الحد من ظاهرة القطع الجائر للأشجار وتعزيز التعاون بين هيئة الغابات والحياة البرية وكذلك فرع حراسة ومراقبة الغابات والحياة البرية، داعيا في الوقت ذاته للحفاظ على النتائج المشجعة التي تحققت خلال العام الماضي.
عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في 13 و14 من ديسمبر الجاري اجتماعا لتقييم البرامج الموضوعة للعام 2018 والهادف إلى تحسين وتطوير مستوى المرأة وضمان الفرص المتوازنة وكذا وضع البرامج المستقبلية. وفي التقييم الذي شاركت فيه القادمات من كافة أقاليم البلاد والدول الأوروبية وأمريكا والمملكة العربية السعودية، ألقت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة عاطفة ميكائيل كلمة أوضحت فيها بأن قضية المرأة هي قضية المجتمع المدني والدولة، مؤشرة إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية والشعبية للحد من الظواهر التي تعيق تطور النساء، وكذا العمل الموحد لضمان تقدمهن. كما قدمت في الاجتماع التقييمي كلمات حول المهام المنفذة في المجال الاجتماعي والاقتصادي خلال العام 2018 لتحقيق الأهداف المنشودة، وكذا التحديات التي تواجه المرأة والبرامج الهادفة إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أعضاء اللجنة التنفيذية للمرأة بأن رؤية رسالة الاتحاد تهدف إلى تأكيد مساواة وتطور المرأة في كافة المجالات من خلال تمسكها بالحقوق والواجبات. كما نوقشت في المناسبة عدد من المواضيع الهامة والتي تمثلت في سياسة الحكومة الإريترية تجاه قضايا المرأة وتعزيز قدراتها وزيادة معرفة الأسر بحقوق المرأة وكذلك القانون. وقدمت في المناسبة تقارير حول البرامج المنفذة لضمان صحة المرأة في العام 2018 والجهود التي بذلت للحد من الأضرار التي تسببها العادات الضارة، وتأكيد الضمان الاجتماعي والأنشطة المنفذة لتعزيز مشاركة المرأة في مائدة التعليم والتحديات التي واجهت ذلك، بالإضافة إلى البرامج المتعلقة بدور وتأثير وفاعلية وسائل الإعلام في تطوير الوعي وتحقيق الأهداف المنشودة، وكذا النتائج التي تحققت في هذا المجال. أوضح مسؤول مراقبة تنفيذ القانون والانضباط في مديرية حقات السيد زيناوي ستيفانوس عن تنفيذ أعمال ناجحة في مديرية حقات لتأكيد جودة وانتشار المرافق الخدمية في المديرية. وأوضح السيد زيناوي عن العمل في مراقبة جودة المرافق الخدمية إضافة إلى متابعة المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن المرافق الخدمية في المديرية تسعى لخدمة المواطنين عن قرب. كما أوضح عن ارتفاع وعي المواطنين بخصوص المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، إلا أن هنالك بعض المخالفات في هذا المضمار، لذا ينبغي على أصحاب المؤسسات توخي الحذر، مذكرا إياهم بضرورة بذل جهود حثيثة من أجل تطوير استثماراتهم وتجديد رخصة التجارة في أوانها. وقال السكان بأن الخدمات التي تقدمها المرافق الخدمية في المديرية تلعب دورا كبيرا في تطوير مدينتهم، وناشدين بضرورة منح الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها المرافق وكذلك قضية الأسعار. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية فورتوساوا دعما عينيا للأسر المحتاجة، وتمثل الدعم المقدم للأسر في ضواحي تل آي وكلونتيباي وواكاي وفورتوساوا في تقديم 10,000 نخفة لكل أسرة، وذلك حسب اختيارها لبرنامج التأهيل. هذا وكان مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاش بركة قد قدم دعما مماثلا للأسر المحتاجة في المناطق الأخرى من الإقليم. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، قم معنا. على الصعيد العالمي، تعهدت الصين بمساعدة أفغانستان وباكستان على تجاوز شكوك متبادلة بينهما منذ فترة طويلة، فيما التقى مسؤولون من الدول الثلاث في أحدث جهود دبلوماسية تهدف إلى بدء محادثات مع حركة طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان. والتقى وانغ يي كبير الدبلوماسيين الصينيين وعضو مجلس الدولة بوزيري خارجية أفغانستان وباكستان في كابول لتنفيذ مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني ولدعم الجهود الأفغانية لبدء محادثات مع طالبان. وفي الآونة الأخيرة وسعت الصين وهي حليف مقرب من باكستان نطاق علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع كابول، وتستخدم نفوذها لمحاولة التغريب بين البلدين في وقت طلبت فيه الولايات المتحدة مساعدة باكستان في دفع محادثات السلام الأفغانية المتعثرة. ويعد الاجتماع الذي عقد بعد محادثات مبدئية بين الدول الثلاث قبل عام أحدث مؤشر على دور الصين المتنامي في المنطقة.
واستثمرت بكين مبالغ ضخمة في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو جزء محوري من مبادرة الحزام والطريق الصينية. وافتتحت شركة بوينغ الأمريكية أول مصنع لتجميع الطائرات من طراز 737 في الصين، وهو استثمار استراتيجي بهدف تسجيل مبيعات أعلى من منافستها إيرباص في واحد من أكبر أسواق السفر في العالم، حيث تلقي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بظلالها. كما سلمت أكبر شركة صناعة طائرات في العالم أول طائرة من طراز 737، وهو الطراز الأكثر مبيعاً، التي جمعت في المصنع في تشو تشان على بعد نحو 290 كيلومترا جنوب شرقي شنغهاي لشركة الطيران الصينية اير تشاينا، خلال احتفال بهذه المناسبة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين. واستثمرت بوينغ 33 مليار دولار العام الماضي للاستحواذ على حصة أغلبية في مشروع مشترك مع كوماك الصينية المملوكة للدولة والمتخصصة في الطائرات التجارية لبناء مركز التجميع، بيد أن افتتاح المصنع خيمت عليه أجواء التوتر بين الولايات المتحدة والصين بفعل حرب الرسوم الجمركية بينهما. قالت الشرطة الهندية أن 11 شخصا بينهم طفلان توفوا، ونقل أكثر من 90 آخرين إلى المستشفى بعد تناول طعام خلال طقوس دينية في معبد هندوزي بولاية كارناتاكا في جنوب البلاد. واستجوبت الشرطة شخصين فيما يتصل بالحادث الذي وقع بعدما أصيب بعض المشاركين في الطقوس الدينية بقيء وإسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي بعد تناول أرز بالطماطم في المعبد، وما زال كثيرون يعالجون عن هذه الأعراض. وذكرت تقارير إعلامية في الهند أنه يشتبه بحدوث تسمم غذائي نتيجة تلوث الطعام بمبيد حشري، لكن الشرطة قالت أن من السابق لأوانه تحديد سبب التسمم. وذكرت تقارير إعلامية أن حكومة ولاية كارناتاكا ستقدم مساعدة مالية لأسر المتوفين. اعتاد مزارع كوبي اسمه بيبي كاساناس ويبلغ من العمر 78 عاما اصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية كي يمضغ نفسه بسمه، قائلا أن هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم، ولم يعد ينظر إلى علاجه الطبيعي على أنه شيء مستغرب. فقد وجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا يحتوي على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم، وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان. وعلى الرغم من أن بعض أطباء الأورام في الخارج يقولون أن من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث كي يتسنى تعزيز مثل هذا الادعاء، تستخدم شركة لابيوفام الكوبية للمنتجات الدوائية سم العقرب منذ عام 2011 لصنع أحد أدوية الطب التماثيلي ويعرف باسم فيدا توكس. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.